السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ هنعمل أكلة سريعة جميلة دسمة حلوة قوي. ما تبصيش هي اتكلفت ايه، بس بصي لو انت جبتيها من بره هتدفعي كام. معايا كده لتر حليب، خدت منه كوباية، هقول لك ليه. لتر حليب ماشي، هستنى لما يدفع. هو دلوقتي دافي ماشي، خلاص بقى دافي كده. هعلي عليه النار عشان انا كنت موطياه. يبقى لتر حليب من اللبن. حليب يعني لبن يا جماعة ماشي، عشان في بعض الدول بيقولوا عليه حليب واحنا بنقول عليه لبن. المصريين بيقولوا عليه لبن، لكن في بعض الدول الحليب عندها ايه هو اللبن، واللبن اللي هي الزبادي. فانا معايا كده اللبن او الحليب ده، حطيت عليه مكعب ماجي، حطيت عليه مكعب واحد ماجي. ولما يدوب الحليب مع اللبن تاني يا حبايبي، معايا لتر حليب حطيت عليه مكعب مرقه. ولما دفي هجيب عليه كده كميه مكرونه، اي مكرونه انت عايزاها تفضليها ماشي. وهفضل اقلب وايديا في المكرونه على طول عشان ما تلزقش. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. هفضل اقلب لحد ما المكرونه تطرى. وزي ما انتم شايفين يا حبايبي ايديا في المكرونه على طول عشان ما تلزقش. هفضل اقلب فيها كده لحد ما تطرى، وهقول لك هنعمل فيها ايه، وهقول لك اسم الاكله في اخر الفيديو. بصي هفضل اقلب فيها كده ووطيت عليها عشان ما تلزقش مني ولا تتحرق. اول ما الاقي المكرونه طريت كده او حاطه لها زي ما قلت لك، ما تقوليش اني دي مكلفه، لا. فكري كده لو ابنك او ولادك نفسهم ياكلوها هيدفعوا فيها كام؟ هيدفعوا فيها كام؟ هحط كده، وما تستخسريش في الجبنه الشيدر صفرة كده، كميه جبنه شيدر ماشي. وهقلبها كويس قوي. وهحط كمان، المفروض ان انت هتحطي كريمه لباني. انا مش هحط كريمه لباني، انا هحط كوبايه اللبن اللي انا قلت لك عليها، انا مخلياها معاها معلقتين قشطه كبار قوي. وهقلب، ايوه انتوا كده فهمتوني، بقى عندي احلى كريمه لباني. هحط كوبايه اللبن كده ومعاها معلقتين قشطه كبيره او معلقه كفايه عشان الجبنه، وبقى عندي احلى كريمه لباني اهو كده. ومفيش بهارات. طيب في الوصفه دي، لا الوصفه دي فيهاش بهارات. الوصفه دي فيها معلقه بابريكا مدخنه كبيره، معلقه بابريكا مدخنه كبيره اهي كده. شايفه بقى عندك احلى ماك اند تشيز، او جبنه او مكرونه بالجبن. احلى ماك اند تشيز او مكرونه بالجبن. شوفي انت بقى لو هتاكليها من بره هتاكليها بكام، او لو انت طلبتيها من بره وطلبتيها لعيالك هتشوفيها هتبقى بكام وهتبقى قد ايه غاليه كده اهو. هنستنى لما الجبنه تسيح كده ونغرفها مع بعض ونشوفها. بسم الله. طعمها جامد قوي قوي. عايزه سنه ملح بسيطه لان اللبن طبعا الجبنه دي اللي انا جايباها مش حادقه. هحط لها ملح بسيط كده اهي. ودلوقتي يا حبايبي بقى عندنا اجمل مكرونه بالجبن ماك اند تشيز اللي بنعجبها، غاليه جدا من المحلات. عملناها باسهل طرق وبطريقه اقتصاديه جدا. من معلقتين وش اللبن عملنا احلى كريمه، وعملناها بشويه جبن مركونين كده في الفريزر عندي. بسم الله، طعمها رائع، طعمها جامد جدا. لو عجبك الفيديو متنسيش اللايك والشير. اسرع غدا واسرع وجبه واسهل وجبه ممكن تعمليها لاولادك في ثانيه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش في اللايك والشير عشان يوصلك كل ما هو مفيد وجديد وعلى قد الايد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ودلوقتي غرفناها يا حبايبي، وبقى معانا احلى ماك اند تشيز مكرونه او مكرونه بالجبن. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير عشان يوصلك كل ما هو مفيد وجديد على قناه قدوره فود. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.